اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين، ويا صباح الورد والفل والجمال على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. هنشوف بقى الفيديو ده، فيديو مطبخ العروسه، ويا رب كده الفيديو عجبكم. جبت كده اطقم الحلل، فردتها الاول عشان اشوف ايه اللي هينحط مع بعضه، والمليمين بقيه الاطباق بتاعته عشان احطها في صفايه الاطباق، وكمان الزينه بتاعه المطبخ. المطبخ ده كان بسم الله ما شاء الله كان حلو خالص. كان ألمونتال، بس ايه من النوع المجلفن بقى. يعني بصراحة أنا برشح النوع ده هو والخشمونيوم. ليه؟ لأنه حلو خالص في الاستخدام للعرايس وكده، وشكله حلو وضد المية والحشرات والكلام ده، فبيكون حلو. هو أي نعم غالي شوية عن اللي هو اللي بيكون المدهون، الخشب المدهون، بس بيكون بصراحة جميل وشكله شيك جدا جدا وعملي كمان، وبيعيش يعني ايه في العمر كمان سنين وسنين عن المطبخ الخشب وكده. هنا بقى بعد التنظيم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. ومش ننسوا العروسه كده تدعوا لها يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجتها، هي وعريسها يا رب كده، عقبال اولادكم وبناتكم. ولايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحيه فاروق، وقولوا لي بقى في التعليقات رايكم ايه، كان لازم اعمل ايه وما اعملش ايه، وكلنا بنتعلم من بعض، ده ما يقلش من الواحد ولا حاجه. هنا بقى كان اطقم الرخامه. هنا كان الكات اللي هي كانت جايبه اتنين، اللي هو ده، والبايركس حطيته لها فوق. وهنا بقى المجات وطقم التوزيع الستانلس، وطقم الشوربه، حله الشوربه كده بالبولات بتاعته، والعجان والقلايه الهوائيه. كان شكلها حلو بصراحه. العجان كان اللون الاحمر ده كان حلو، وكمان طقم توزيع خشب كده. والرخامه السمراء الجالاكسي دي بتكون جميله جدا كمان، مع الاضاءه بقى والليد، شغل الليد في المطابخ بيدي منظر حلو خالص. هنا كان الفرن الكهربائي والميكروويف. ده كان نوع تورنيدو، ده العرايس اللي بتبقى تسألني ايه الانواع وكده. هنا كان المنظم، حطيت فيه بقى كل الرفايع، حدث بقى ولا حرج، من كل حاجة 2 و3 و4. وهنا بقيت الرفايع تحت، المصافي والكذلك، والسكاكين والمبشرة والملاحة، كل ما يخص الرفايع حطيت لها في الإضراب تحت كده. ده كده كان منظم للصواني وطاسات القلي والجريلات. يعني بصراحة ساعات الواحد بيتفاجئ بحاجات كده بعد الرص، تلاقي حد داخل ينقل حاجة من مكانها وكده. يعني انا اتفاجأت بصراحة الحاجات اللي هم كانوا حاطينها دي، بس انا شلتها يعني عدلت. ده هنا بقى بقيت الاطقم. هنا كان الكنك، هنا بقى الجرانيت والكنك الالومنيا والاستانلس. وهنا كمان كان في حلل. هنا كمان كان طقم حلل كده بالجريل بتاعه بالصينية الفرن، وكمان كان معاه طقم توزيع. وتحت هنا ده كانت شنطة المعالق، بصراحة كانت كبيرة، انا كنت عايزاها احطها في الدرج بتاع النيش او في درج البوفيه، بس الدرج كان حجمه صغير وما نفعش، فانا حطيتها هنا في ضلفة في المطبخ، وحطيت فوقها اطقم حلل وكده. وانا كان طقم الحلة للشاورما، كان حلو بصراحة، وكان خامته حلوة كمان. وحطيت معاه كده كنك الاستانلس بالحمالة بتاعته. وهنا كان طقم برضو كده بالايادي اللي هو الامونيا. ده بقى بديل الاستانلس، بصراحة هو عملي كمان على الاستانلس وحلو خالص. هنا بقى كل ما يخص صواني الفرن، الألمونيا والبايركس والتيفال والجرانيت. وكمان كان فيه كده مدرجات كده للخزين، اللي هو زي الرز والسكر والملح والحاجات دي كلها والشليمو. وهنا بقى حطيت لها ازاز، كانت جايبه قنبلات كتيره، حطيتها لها كده في بعضها، وحطيت لها ايه في اللي قريب منها اللي هتستخدمه كده. وكانت جايبه كمان اللي هو البوتاجاز السطحي اللي هو بالكهرباء. ده كده حاجات كده للزينه، كان شكلها حلو خالص. وهنا صواني ازاز. بصراحه هو المطبخ حلو خالص وشيك، بس ارجع واقول اكتر حاجه بنعاني منها في المطابخ العاليه دي الوقوف. يرتص ازاي؟ عايز له اسانسير، ما فيهاش كلام، لازم سلم او كرسي عالي. وهنا بقى كانت طواجن الفرن اللي هو الفخار، وكاسات. وكان فيه كده كانت جايبه هنا حاجات استانلس كده كتير، وما كانت العيش. بسم الله ما شاء الله، بصراحه ذوقها كان حلو خالص. المفاجاه بقى اللي وانا برص المطبخ ده عفوا، اللي ده مش ذوق العروسه، اللي ذوقها بقى اخوها.
تتخيلوا؟ بسم الله ما شاء الله. كان واحد اللي كان واقف معانا كان اسمه الدكتور محمود، يا رب عقباله كده ويسعده ويهنيه. بقول ده كله على ذوقي. فبقول له يعني انت اللي مختار كل الحاجات دي؟ قال لي ايوه انا اللي مختار كل الحاجات دي. بصراحه كان ذوقه حلو خالص، وحتى كان عارف كل تفصيله في الشقه وفي الحاجه. بصراحه يعني ايه، من الشخصيات اللي عجبتني. ليه؟ لانه مهتم بحاجه اخته. انتوا فاهمين؟ ربنا يا رب كده يبارك له، وربنا يا رب كده يهنيه وعقباله. وهنا كان فوق بقى للمطبخ، وهنا الخلاط، وهنا الكتل التاني اللي انا بقول له حضراتكم عليه اللي هو البايركس وحافظ الطعام. وانا بقى صفيت الاطباق، حطيت لها فيها بقى طقم المليمين وازاز كده للاستخدام، احجام بقى مختلفه. وهنا كانت جايبه كمان طقم فنجان قهوه، وفوق كده حطيت لها مجات للحاجات السخنه. يعني اللي هتستخدمه خليته لها قريب من ايديها، لان المطبخ عالي. فيعني ايه حاولت بقدر الامكان احط لها اللي هتستخدمه تحت وكده. فوق بقى رصيت ازاز. هنستعين بصديق دلوقتي هيصور لنا كل اللي فوق ده، عشان مش هنطلع على الكرسي تاني او على السلم تاني. بس بسم الله ما شاء الله كان جميل. ولو انت لسه مكمله الفيديو معانا دوسي لايك واشترك في القناه وقولي رايك كده في الكومنتات. بصوا بقى فوق ده كده الضلف اللي فوق خالص اللي هي للسقف، حطيت لها فيها كده الازاز ده طقم الخشاف ده بالبولات بتاعته. وكمان كانت جايبه اطباق كده للسمك، حطيتها لها ورا على شيالات وحطيت كده الكوبايات الازاز دي فوق بعضها عشان تبان، عشان تظهر في الازاز، عشان المسافه طويله يعني اللي تحت في الارض يكون شايفها واقف تحت. وهنا برضو بقت كاسات كده ودورق وترمس شاي. هنا كان الخلاط اللي هي الكبه بقى اللي هي الكبيره، وبقيت الازاز الناحيه التانية اللي كان فوق صفيات الاطباق. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. بصوا بقى هنا كان في كمان غرفة تانية. يعني ليه ما حطوش التلاجة والفريزر والغسالة التانية هنا؟ لان هم عاملين التصميم ده مخصوص للمطبخ، فاهمين قصدي؟ كان في بقى غرفة تانية في الشقة حطوا فيها الفريزر والتلاجة والغسالة وحاجات تانية كتيرة زي ألمونيا فلاحي وكده. هصور لكم الحاجات دي. وكان كمان كانت عاملة ضلفة كده للخزين والحاجات اللي هي زي المنظفات وكده برضو طبعا المطبخ، بس ايه في حتة تانية لان مساحة المطبخ ما كانتش واخدة وكده. ده بعد ما السجادة انفرشت. بصوا هنا بقى التلاجة، عشان اجيب لكم بس النوع بتاعها عشان العراس اللي بتبقى تسألني الانواع. ده اللي كان الفريزر، فتحته لكم عشان تشوفوا كده المساحة. هنا كانت التلاجة